اذا انا عارفك بانك مازال متبع اللايف، غير ملي نكون حاضر انا في اللايف ما تكذبش. انت الولايه الوحيده المرتبطه بمالي هي تنزواطين، وتيمياوين وباجي برج مختار، عندها حدود مع النيجر، مع المغرب، مع الصحراء الغربيه، مع هادو ثلاث ولايات عندهم الربط. وانا عرفتك علاش هربتي، انت باقي كاع ما ساليتيش المداخله وريتي على اللعبه باش تهرب. هذه هي طريقه الرابطه ما بين تمراست والحدود مع مالي. هذه طريقه الوحده الافريقيه اخي اسعد، الرابطه ما بين تمراست وتنزواطين. انت الا بغيتي تشوفها في 2026 راه هي هذه الحدود في اتجاه تنزواطين. مزيان، واخ نزيدوا سيدي اكثر من ذلك. قال لك مع انا احتراما لك، لان هذا الموضوع عاد درت فيه لايفات واعرف المنطقه جيدا. الحدود ما بين تنزواطين، ونزيدك واحد المعلومه ربما لم تذكر في هذا اللايف: من سيتضرر من توتر العلاقات ما بين مالي والجزائر هي تنزواطين وباجي برج مختار وتيمياوين. علاش؟ لان هذه الولايات هم يعيشون على مالي وليس على الجزائر. مزيانه، هذه الولايات هي مرتبطه، واقسم بالله ثلاثا ان هذه الولايات غير محسوبه جزائريه. لا يصل. انا نعطيك هذا، اتفرج الحدود ما بين سويسرا ولوكسمبورغ. ها الحدود اللي يتكلم عليها هو، هي عباره على بوبال. الناس اش يديروا؟ عباره عن التجاره في الممنوعات والتجاره في المتلاشيات والسرقه. هذا مكان. هذه هي الحدود ما بين تنزواطين وتيمياوين. هو يقول لك، قال لك وشنو هي هذه مالي؟ ومالي عباره وفي عبارات قدحيه للماليين، ياك؟ هذا اللي قال. اذا انت تكذب الرئيس الجزائري، واش قال؟ ما تفرجش نفسك. حنا المالي، يعني باش نتكلم بصراحه، المالي اشقاء وما تخلف. تبون قال لك الماليين اشقاء. زيد واش عليهم، وعكس ما راهم يقولوا مانيبيلي ولا ماش مانيبيلي، داك شغلهم. المالي فوق راسنا، المالي فوق راسك. الله 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 الله. المالي فوق راسك. طبقا لاقوى منبر كاين في الجزائر اللي هو السي تبون، المالي يبقى فوق راسك وتبقى تسمع ليه وفوق راسك. هاي نعاودها لك بصراحه، المالي اشقاء وما نتخلاوش عليهم، وعكس ما راهم يقولوا مانيبيلي ولا ماش مانيبيلي، داك شغلهم. المالي فوق راسنا. اذا لازمك تسمع الكلام ديال اكبر مسؤول في الجزائر. المالي على راسك وما تزيدش تطاول على الماليين. ونزيدك حاجه اخرى، انت اللي تدوي على تمراست في الحدود مع هادو، كيف يعقل؟ وهذا السؤال ما قدر يجاوب عليه حتى واحد. كيف يعقل بان مواطن في الجزائر كيوصل تمراست يدير 3 ايام باش يدير البلان تاع مازوط؟ هذه ما عمرها كانت دوله مصدره للمازوط، وندير انا 3 ايام باش ندير. عندك صداع شويه الاخي يا سعد؟ اسمح لي، كيفاش انا في تمراست نجلس 3 ايام باش ندير البلان تاع المازوط؟ يعني مواطن، تخيل انت مواطن يخرج من المنيعه ولا عين صالح ويتوجه لتمراست يدير 3 ايام باش يدير البلان تاع المازوط. اسمع، عندي سينيات هذا. تعرف واش عيطني في لاشين هذه؟ اقسم بالله العظيم لاشين هذه واش عيطني فيها؟ تعرف واش عيطني في لاشين هذه؟ هادو الناس شفتهم، هادو الناس اقسم بالله لا غايديني. تعرفوا على غايديني 2000 كيلومتر. هادو السينيات يكفى 2000 كيلومتر مع الطريق ديك الخسره مكسره السخانه. يجي تمراست يدير لاشين تاع يومين. هادو صحاب الكوامن، هادو يوصل تمراست يبات 3 ايام باش يدير البلان ديال المازوط في دوله توصل ديال المازوط. هذه عمرك العاب العقل في الجزائر، هذه العاب العقل. واخا غادي نمشي لك النقطه اخرى باش ما نطولش عليك انايا في اللايف. هو حينما يتكلم انا عشت وشفت حتى ولا الجزائري يمشي يبحث في التاريخ ديال موزمبيق ويجي يقول لك ولقد ادخل اليها الاسلام ابن زنبقه ابن زنبيق ولقد قانوا. دابا انت وليتي فارغ شغل كاع ما بقى عندك ما يدار باش جيت تتلمع وتمسح يعني هذا وتحاول ان تظهر لنا الموزمبيق راهي كتحكم في 90% في الانتاج الهيليو في العالم. والموزمبيق راك صابتك انت كانبو راه كدي في فلوس تاع الشعب. علاش؟ لان اخر مره راك محيتي الديون عليها. هذا ما كان. الموزمبيق راه تصفق ليك باسكو تحلف فيك. انت مهابل. اش ندير لك انا؟ لو كان رزقك انت وعندك من المسؤوليه لازمك تطرح السؤال على الرئيس، وشنو هو الدافع اللي يخليني نمحي ديون على الموزمبيق؟ ونزيدك على ذلك، الم تظهر القضيه اللي نشرتها احد الصحف الفرنسيه، التواطؤ ديال ابناء الرؤساء في الموزمبيق مع جزائريين في قضيه يعني الممنوعات، وحتى في هذه قضيه. علاش يموتوا على الموزمبيق والمزنبقه؟ هذا خبر منشور في قناه فرنسيه ديال الاتهامات ديال ابن الرئيس تاع الموزمبيق في التجارات ديال المحرمات والمخدرات مع الجزائريين. هذا علاش تموتوا على الموزمبيق؟
لانكم تزنبقون بعضكم البعض وفلوس راه كديروها في جيوبكم. اما باش تجي وثم على مستوى الصحراء الغربيه ولا حتى داخل بوليزاريو، المسؤول هذا قال سوف نرسل، لان الجزائر كتمشي غير بسوف، غادي نديروا غدا غنديروا. بحال الرئيس الجزائري راه من 2019 قال لنا غيمشي تران تاع مراس اللي راك تدوي عليه انت، لحد الان مازال ما شفنا والو. انت شتي شي تران مشى تمراس، انت ما عندكش طريق صحيحه، تخرج غير من النص تاع الجزائر تصير غادي بيست، عاد غتصوت تران، تا عقلك في راسك نورمالمون. فلهذا على مستوى، انا باش نختم هذه المداخله ونقول في مساله الاعترافات، هي نعم مالي واعترافها مؤلم وجارح للجزائر. علاش؟ لانها تدخل في مساله حدود مع دوله وهميه. هذه النقطة الأولى. الاعتراف الذي سيكون في الأيامات القادمة وربما لن يستمر أسبوعين أو أكثر هو اعتراف موريتانيا. دخول موريتانيا في الصف المغربي ستصبح كارثة بمعنى المقاييس، لأن غلق الحدود هي معناه أن الجزائر غتبقى تدور حتى تولي طالبة السلاكة مع المغرب، يقول لها السماحة وسمحوا لنا ورا الغلط كيوقع. هادشي اللي غيبقى، شي حاجه اخرى ما غتبقاش، لانهم غيبقاو يدوروا بوحدهم. واحد جا قال لك كاينين هناك من بين الرؤساء من يسحب، فليسحب من يسحب وليترك من يترك. من سحبها نحن نرحب به، وعبر هذه السحب الاعترافات نبني المصالح الاقتصاديه ونبني الدبلوماسيه الناعمه. المغرب اكبر من ذلك، المغرب حين على مستوى الاعترافات هو يبني هذه القضيه هذه، ودعني ابوح بها وربما قلتها مرارا وتكرارا. الم ندخل الى اثيوبيا عبر هذا المساله؟ الان اصبح المغربي على مستوى اثيوبيا في مساله تسيير الفوسفات يدخل في الامن القومي ديال الدوله على المستوى الزراعي. اذا اثيوبيا قادمه لا محاله، حينما تسقط القلاع الكبار او الكبرى اللي هي اثيوبيا ونيجيريا وجنوب افريقيا، والله العلي العظيم ستصبح منبوذا، وغتولي طالب السلاكه مع المغرب على الله وعسى يحل معاك الحدود. وانا نتحداكم غدا ولا بعد غدا لما تسحب موريتانيا يعني الاعتراف ديالها، لا تخرج ثاني تعاير في الموريتانيين، ها انت دابا معاهم خاوه ونعم وخوتنا، ما تغيرش اراك، لن تكون حربه، ما تكونش حرباء، خليك راجل وخليك في مواقفك، هذا اللي نبغيك. اما انك مقابل البارح انا شفت السلاكه سي ادريس، معي السلاكه يعني طالب، يعني يطلب السله بلا علم كما نقولوا، يعني تحاول يعني تطلب غير التعادل. انا المساله اللي نبغي نقول الان، المغرب السبريد كان يعني وشحه الرئيس الموريتاني بوسام القائد الاعلى للبلاد، او ربما من هذه الناحيه، وهذه رساله في التعاون الاستخباراتي والعسكري، ثم التواجد الوازن والكبير للاقتصاديين والسياسيين المغاربه في النيجر، ثم التحاق الماليين. اذا هنا تكامل لاطراف او التنزيل الان للمبادره الاطلسيه، هنا احكام السيطره سيسال. بقات موريتانيا ستاتي ربما في الاسبوع هذا اللي جاي او الاسبوع اللي من بعده، وبالتالي ستنتهي المسرحيه. المشكل الكبير الآن أين منفذكم أنتم؟ السؤال للجزائري ما هي النتيجة؟ 50 سنة خسرتي 500 ولا 600 مليار ديال الدولار، خليتي بلاد واقفة على رجل، أصبحت تتسول. يعني اليوم أنت مشيتي لكينيا أعطيتيها شحنة من المواد والأسمدة، هل ردت لك كينيا نفس التعامل ديالك حينما عاد إليها الجزائريون للحصول على أكباش عيد الأضحى؟ تخيل الجزائر أعطت هبة عبارة عن أسمدة لكينيا، فماذا كانت النتيجة؟ وقف الجزائريون الآن على أعتابها للحصول على الأكباش للعيد مقابل أن يؤدي ثمنه، ولم يتوقف على ذلك بل اعترفوا بمغربية الصحراء. البارح عطيتي من الأسمدة فابور، اليوم تخلص الحولي باش تشريه ويزيدوا يعترفوا لك بمغربية الصحراء، ومازال تطلع في لايف. أنا هذه والله العلي العظيم لو حدثت في المغاربة والله لن أصعد في لايف. أنا نعطي شحنة من الأسمدة فابور ونوقف على الكينيين من أجل الشراء ويقولوا لي تسنى ويزيدوا يعترفوا بمغربية الصحراء. والله وجوهكم انا بعد اعطي وريها نصور بها. تحياتي.